صباح الفل عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنطبخ طبيخ مصري عادي جدا. اول حاجه هنعمل فراخ بدون فرن، هنعملها على الشوايه واكنك جايباها مشويه من بره بالظبط. انا مسكت الفرخه بتاعتي، غسلتها كويس بالدقيق والليمون والملح، وبعد كده صفيتها، وبعد كده غسلتها تحت الحنفيه الجاريه. تمام. وبعد كده مسكتها سلقتها. تاني حاجة جبت بصليتين كبار وبشرتهم ناعم بالشكل ده، ونزلت كده بمعلقتين كبار من السمنة. هقلب البصلة بتاعتي كويس جدا لحد ما البصلة بتاعتي تدوب معايا وتدبل كده ويكون لونها كده اصفر. تمام تمام. اهم حاجة ما تسيبيش البصلة يكون في نار عالية عشان ما تتحرقش مني. حبايبي الحلوين، قوليلي انتوا بتتابعوني منين عشان ده بيشرفني جدا. قوليلي كمان انتوا بتطبخوا ايه النهارده. هقلب بس البصلة كويس جدا. تمام كده، وهنرش كده عليها شوية ملح بسيطة لو حابة. شايفين اهي قربت تاخد معايا اللون الاصفر الجلدي. جربوا بقى، اعملوا بقى التتبيلة اللي انا هعملها لكم للفراخ تحفة والله العظيم، جميلة. انا بعملها دايما واولادي ما بياكلوش غير بالتتبيله دي، لو حمرتها ما بيرضوش بيها، لازم التتبيله دي. اهو كده خلاص البصل خد اللون الجلدي ده. وبعد كده مسكت الطماطم اللي انا كنت ضرباها في الخلاط ونزلت بعصير الطماطم. احط ايه مع عصير الطماطم؟ رشه ماء، رشه سكر، عشان يا جماعه تعادل الحموضه بتاعت الصلصه. تمام تمام. هقلب بقى قلبة حلوة كده، وبعد كده اغطي الصلصة بتاعتي واخليها تتسبك بقى براحتها. شايفين ما شاء الله بعد ما اتسبكت اهي، هنزل باللوبيا بتاعتي. اللوبيا بتاعتي عملتها ازاي؟ اي بقوليات يا جماعة لازم تتنقع، اي بقوليات لازم تتنقع. بعد ما تنقع معايا مسكتها سلقتها اللوبيا، وبعد كده غسلتها كويس تحت الحنفية وصفيتها. حطيت اللوبيا بتاعتي اهي، واحط الملح المظبوط بتاعي. ما حطيتش ملح كتير لان اوريدي الشوربه كانت فيها ملح. وبعد كده زودت شويه فلفل اسود. حابه تحطي شويه شطه مفيش اي مشكله، بس انا ما بحطش شطه غير لما بغرف بره عشان عندي اطفال. تعالوا بقى اقول لكم على طريقه الرز بتاعتي المفلفل. نص كيلو رز على ربع كيلو شعرية. مسكت الشعرية بشوية زيت وحمرت الشعرية كويس، وبعد كده نزلت بيهم بايه بالرز، عطيتهم تقلبتين كده حلوين، وبعد كده بنزل عليهم بالشوربة. ما تزوديش الشوربة قوي، يعني يا دوب زي ما انت شايفاها كده اهوت في الكاميرا، عشان الرز بتاعك يطلع مفلفل وخطير. لو انت عايزة الشعرية كتير شويه مفيش اي مشكله، في ناس بتحب الشعريه كتير وده انا بحبه على فكره، بيبقى طعمه جميل قوي. بس جربي بقى الطريقه التحفه دي، بتبقى مظبوطه وجميله جدا. على نص كيلو رز ربع شعريه. تمام تمام. حطيت بقى الملح بتاعي المظبوط واخليه على نار عاليه غلوتين 3، وبعد كده بوطي عليه النار شمعة خالص وبسيبه براحته، بيطلع معايا مفلفل وزي الفل وهتشوفيه. تعالي بقى اقولك على تتبيله الفراخ التحفه اللي بحبها وعيالي بيدمنوها، يعني لازم التتبيله دي. عندي كده معلقتين، حوالي معلقتين كبار من الصلصه المعلبه اللي هي المعجون الصلصه. تمام يا جماعه تمام. نزلت كده بمعلقتين كبار، ده حسب الفرخه بتاعتك، لو عندك فرختين زودي. عندي كمان نص معلقه صغيره من الكزبره الناعمه. نضيف كمان نص معلقه صغيره من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود. تمام تمام. عندك كمان لو عندك بصل بودر انزلي بيه، بيدي طعم حلو قوي. البصل البودر يا جماعه، البصل البودر حطي كده نص معلقه. تمام تمام. هزود كده اهوت يا جماعه معلقه كبيره من الخل، ولو احتجتي تاني هحط معلقه تاني لان عندي الصلصه الصلصه كانت خام، فزودت كمان معلقه كمان من الخل، يبقى كده حطيت معلقتين من الخل. تمام. هقلب بقى الخليط ده كويس، وهزود شويه زيت، خلي بالكم هحط عليها كمان حوالي 3 معالق كده من الزيت.
بعد ما خلصت وقلبتها كويس بجيب الفرخه بتاعتي كده. هو بعد ما سلقتها هتقولي طب انت سلقاها نص سلقه؟ لا يا جماعه، سلقاها السلق الطبيعي العادي. اسلقوا الفرخه زي ما بتسلقيها، السلق الطبيعي العادي، مش نص سلقه ولا اي حاجه خالص. وبعد كده جبت معجون الصلصه اللي انا عملته قدامكم وبالفرشه، وابتدي ان انا اغرقها بقى من الصلصه العسل دي من فوق ومن تحت. احطها كده من فوق ومن تحت، مش من فوق بس. تمام. جربوا بقى الخلطه دي وحطها على الشوايه بدون فرن خالص، هي بس في الشوايه بس. وبعد كده بتحطيها في الشوايه، واول ما تاخد لون من فوق بتقلبيها بقى الناحيه التانية، وبتاخد بقى لون من تحت، يبقى من تحت ومن فوق وأكنك شويها من بره بالظبط. وبتبقى خطيره جميله قوي، بتبقى خطيره وحلوه. جربيها واعمليها بالطريقه دي وعمرك ما هتندمي. في ناس ما بتحبهاش ان هي تقليها، بيبقى فيها زيوت. شايفين يا جماعه انا عملتها من فوق ومن تحت اهو، وبتبقى خفيفه يا جماعه في المعده، وبتبقى جميله جدا واكنك مشتريها بالظبط. هي بس ناقص لها كده تحط لها حته فحمه كده وتغطيها وتبقى عامله زي المشويه. شايفين؟ خلاص كده انا هحطها في الشوايه زي ما قلت لكم، واول ما تاخد لون من فوق بقلبها الناحيه التانية برضو واحطها على الشوايه واسيبها بقى. اوعي تغيب عنها عشان ما تتحرقش منها. شايفين بقى ما شاء الله بعد ما الرز استوى معايا هوريكم بقى مفلفل ازاي. شايفين الشعريه؟ تحسي كده ان هي متعادله مع الرز. ما شاء الله مظبوط وحلو جدا ومفلفل. شايفين مفلفل ازاي يا جماعه؟ جربوا بقى طريقه الرز دي عشان يبقى مظبوط معاكم. حبايب قلبي ما تنسوش تقولولي بتتابعوني منين عشان ده بيشرفني جدا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. شايفين بقى الملوخيه الخضراء الحلوه دي؟ انا الملوخيه دي كنت مخزناها عندي في الفريزر. شايفين خضراء وحلوه زي ومغيرتش لونها. مسكتها كده بقى بشويه الشوربه ومكعب دجاج وحطيت الملوخيه. انا ما بحبش الملوخيه بتاعتي تبقى خفيفه، بحبها كده زي الامور الوسط، يعني لا خفيفه قوي لا تقيله قوي. تعالوا بقى نعمل الطشه اللي تجنن بقى. الطشه حطيت كده معلقتين من السمنه، سمنه بلدي بقى، اي سمنه بتفضليها عندك. والثومه، الثومه دي انا مزوداها مزوداها كزبره يا جماعه وملح. كزبره وملح وشويه سنه كمون بسيطه وكزبره وملح، ودقيتها كده مع بعض. تمام. هقلب على التومه كويس جدا لحد ما تاخد برضو اللون الاصفر. اوعي تتحرق منك لان التومه بتشم النار فبتتحرق بسهوله، مش زي البصل بياخد وقت شويه. هقلبها بقى بالشكل ده وبعدين هتشرب في الملوخيه جميله. لو عايزين طريقه التخزين يا جماعه قولولي. شايفين خضره وحلوه ازاي؟ بس كده طشيت الملوخيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم يا رب. ما تنسوش تقولوني بتتابعوني منين عشان ده بيشرفني جدا. شايفين الملوخيه حلوه ازاي؟ مش خفيفه قوي ولا تقيله قوي. محدش يصدق ان الملوخيه دي كانت متخزنه، مش صح ولا لا؟ شايفين خضره وحلوه ازاي؟ كانت متخزنه عندي في الفريزر. ما شاء الله حلوه قوي. تعالوا بقى اوريكم بقى اللوبيا اللي استوت معايا. شايفين ما شاء الله؟ انا ما بحبش يا جماعه طبيخ اللوبيا او البقوليات عموما يكون خفيف، انا بحب يبقى كده. مين بقى زي انا ما بحبش الطبيخ يا جماعه يكون خفيف معاكي، يعني تحطي المعلقه كده تحس ان شوربه، لا انا بحب يكون كده. بس انا كده خلصت الطبيخ الحمد لله، وخلصت الرز بتاع المفلفل الخطير ده، خلصت كل حاجه. يلا بقى قولوا له بقى انتوا بتطبخوا ايه النهارده بقى عشان نغشش بعض بقى. خلصنا كل حاجه اهو الحمد لله، وخلصنا الملوخيه بتاعتنا. تعالوا بقى اقول لكم بقى الفراخ اللي في الشوايه اهي خدت لون من فوق، وهقلبها الناحيه التانية. يلا اشوفكم على خير، مع السلامه.